مكافأة طاقم قبعة القش بعد آركي 1. ونبدأ مع قائد طاقم قبعة القش مونكي دي لوفي. المكافأة القديمة مليار و500 بيري. المكافأة الحالية 3 مليار بيري. رورونوات زورو. المكافأة القديمة 320 بيري. المكافأة الحالية مليار و111 مليون بيري. وبعده يأتي الساق السوداء سانجي، ومكافأته القديمة كانت 330 بيري، والمكافأة الحالية هي مليار و32 ألف بيري. وبعده يأتي القناص أوسب، وقد كانت مكافأته 200 مليون بيري، وقد أصبحت الآن 500 مليون بيري. قطة للصنم. المكافأة القديمة قد كانت 66 مليون بيري، والمكافأة الحالية 366 مليون بيري. تويتوني توبر. المكافأة القديمة 100 بيري، المكافأة الحالية 1000 بيري. نيكو روبن. المكافأة القديمة 130 مليون بيري، المكافأة الحالية 930 مليون بيري. بروك. المكافأة القديمة 83 مليون بيري، المكافأة الحالية 383 مليون بيري. السايبورغ فرانكي. المكافأة القديمة 94 مليون بيري، المكافأة الحالية 394 مليون بيري. جيمبي. المكافأة القديمة 438 مليون بيري، المكافأة الحالية مليار